عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. تتخول يلا، ما تخلي عندك شخصيه، خلي لك راي. الهدف من الخرا اللي احنا بنعمله ده مبدئيا كده يا مساء قوة خارقة والناس اللي بتلبس تيشيرتات سوبرمان ومش قادرة تطلع سلمتين من تحت البيت عندكم من غير ما حد يلحقه بمية وسكر. تتخول على فكره. معلش لازم اغلس عليك كده عشان تفوق لي كده في الفيديو مليان النهارده. الشاي يا جدعان، حد يجيب لي كوبايه الشاي هتضيع مني. النهارده يا جماعة جايين نحسم وننهي سؤال: مين اللي يستحق لقب سوبر هيرو؟ سوبرمان ولا هوملاندر؟ تمام. مبدئيا كده يعني قبل اي حاجه انا جبت سيره هوملاندر في فيديو ولكن كان بشكل طفيف كده. I am the real hero. معلش يا جماعه سامحوني، انا لسه بس كنت بتفرج على ذا بويز، ساعات كده بتجيلي الحاله وبحس شاطر، انت عمرك ما هتكون هوملاندر وفي نفس الوقت انت عمرك ما هتكون شاطر خلاص. بمناسبه، ازيك يا شاطر؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ ازيك وزي مزاجك؟ ازاي وزي ها؟ انا عايزك تحاول بقدر الامكان ما تزنيش. بلاش زنا. قبل اي حاجه بس اوعى تزعل، لان بعد الفيديو ده هتكتشف ان اللي انت شايفه بطل خارق ده هو مجرد موظف في شيفت صباحي. يا سلام. يعني على الكلام، يعني ايه رايك في الكلام ده؟ الاصل والقصه، وتعال نبدا باول حاجه هي القصه. سوبرمان. بس قبل ما نبدا عشان فكرتوني دلوقتي، ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس لكل جديد من احنا بنعمله، واعمل شير للفيديو، شيرك بيجيب غيرك. ويلا بينا نبدا مع الاصل والقصه. سوبرمان اتولد في كوكب اسمه بقى ايه؟ تعالى بقى، اسمه غريب قوي، كريبتونايت. بالمناسبه يعني الكوكب ده قرر ينفجر كده من غير مناسبه، ولكن انا زهقان، انا هروح انفجر. ابوه وامه قالوا لنا بقى ايه؟ ابننا غالي جدا بس مش هنموت احنا وهو، يا عين على الجمال. فبعتوه بصاروخ للارض، يعني يخرب بيت الغباوه، انت ما لقيتش غير دي؟ ما لقيتش غير مكان ابن. بس الحمد لله هو نزل، اكيد نزل في امريكا، عشان الطبيعه العلميه لكل افلام الابطال الخارقين ان اي بطل خارق لازم ينزل في امريكا. هتقول لي ليه؟ اقول لك تعالوا نكمل. حضرتك بتقول ايه؟ اتربى في مزرعه وتعلم القيم والاخلاق والتربيه والامان والجمال وحاجات زي كده، وبقى رمز العداله اللي احنا كلنا نعرفه. شفت الجمال؟ شفت الفخامه؟ تعالوا بقى ندخل بقى الهوملاندر. هنا بقى الوضع اختلف جدا. الراجل ما اتولدش في كوكب تاني، ده طلع انتاج معامل، عامل زي ازازه اللبن اللي انت بتشربها على مؤاخذه. انا راجل بتاع ربنا وبصلي دلوقتي، واخد بالك، وما باذيش حد. شركه فوت، باين حاجه زي كده صح؟ لو غلط مشوها لي او اكتبوا لي في تعليقات، يعني مثلا انت بقول لك انت غلطت في دي. ملخص الموضوع ان هو مش بطل، ده براند، كل حاجه فيها معمول حسبانها، ابتسامته، لبسه، ظهوره في الاعلام، حتى الدموع في البرامج متفق عليها. القصه مبدئيا في سوبرمان وهوملاندر الاتنين دول قصتهم مختلفه تماما عن بعض. يعني مثلا سوبرمان ده ابن كوكب اللي جاي ينقذنا. طب هوملاندر ده ابن الشركه، لا مؤاخذه، زي لما حد يقول لك مثلا بقول لك ايه انت ابن الشركه. هوملاندر فعلا عمل بمقوله ان انت ابن الشركه. نقطه القصه هتيجي لسوبرمان بدون اي نقاش، ونبدا في الجوله الثانيه. القوة الخارقة. نبدأ الأول بسوبرمان. بالمناسبة أنا عندي كل حاجة: طيران، ليزر لا مؤاخذة من عينيه، قوة خارقة في العادي يعني، سمع خرافي، وهكذا وهكذا وهكذا. لو في مبنى بيقع هيشيله كأنه كيس مكرونة يعني. تعال نيجي لهوملاندر ده عنده نفس القدرات، بس الفرق ان هو بيستخدمها عشان اللايكات بقى والمشاهدات بقى وبتاع. بيفكرني بمكياوي قوي. المهم يعني المبنى بيقع، ممكن هو اللي يوقعه ويقول لك يا عم انا جيت انقذت الموقف واحنا جامدين قوي. نيجي للتقييم، نفس القوة عند الاتنين، بس الفرق ان واحد بيساعد الناس والتاني بيساعد الشركة اللي هو شغال فيها. ونيجي للمقارنة التالتة. بس قبل ما نيجي للمقارنة التالتة الأداء عندي بيدا، فناخد استراحة دقيقة وهنكمل مع بعض. ونيجي للمقارنة التالتة. نبدأ بسوبرمان. الراجل ده حرفيا لو شافك بتعدي الشارع ممكن يمسك ايدك كده ويساعدك كده وانت ماشي كأنك عندك 60 سنة، مع انك شباب عادي يعني وتقدر، تمام؟ بس هو هيساعدك. انا اساعدك، انا بحبك جدا. يعني مبدئيا كده سوبرمان مش بس قوي بقى، ده عنده قوة وعنده اخلاق اكتر من المراقبين اللي بيقفوا عندي في الامتحانات. تعالوا بقى نيجي بقى لمين؟ لهوملاندر.
مش هو ما يعرفش يعني ايه كلمه اخلاق، مش موجوده في القاموس عنده. الراجل ده عنده عقده نقص من طفولته يا جماعه بجد، بيكره البشر وبيحب السيطره ومستعد اي حد لو فكر يقول لا او عرضه او حاجه زي كده. ده حرفيا ممكن يضحك في وشك وبعدها بدقيقه ممكن يخرم راسك بالليزر بتاعه. يا ابن الميت يا مجنون يا ولا انا لازم اقيم ولا انتوا عرفتوا؟ شاغل بالك ليه انا بقيت ما بقيتش كذا مره جيت انا اديت ما لقيتش صرف ملايين على ناس ما ساوتش عشان شاب الشيك من رخيص ما بقيتش. يعني في النهايه بالمناسبه يعني خلونا نتكلم جد شويه، في النهايه سوبر مان وهوملاندر اول الاثنين يعتبروا عندهم نفس القوه، والاثنين بيطيروا وبيطلعوا على مؤاخذه حاجات من عينيهم وحاجات زي كده. سوبر مان عنده قوه لازم تخدم الناس، اما هوملاندر عنده القوه لازم تخدم نفسه قبل الناس. يا سلام يا اخي والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي. لو سالتني على رايي هقول لك حاجه مهمه قوي، سوبر مان وهوملاندر الاثنين وجهين لعمله واحده. يعني سوبر مان اتولد في ظروف معينه وهوملاندر اتولد في ظروف معينه. لو سوبر مان عاش في ظروف هوملاندر ممكن يتحول لهوملاندر، ولو هوملاندر عاش في الظروف بتاعت سوبر مان ممكن يتحول لسوبر مان. سؤال الحلقه ليكوا انتوا، لو عندك قوه خارقه هتستخدمها عشان تنقذ العالم زي سوبر مان ولا عشان تبقى ترند زي هوملاندر؟ اكتب لي اجابتك في الكومنتات وانا هقول لك لو محتاج دكتور نفسي ولا لا. خلص الفيديو، تشترك لايك سبسكرايب لو فعل زر الجرس كل جديد مننا بنعمله، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واعمل شير للفيديو، شيرك بيجيب غيرك، وما تنساش عايزين نوصل لل1000 قبل ما السنه تخلص. ولو عندك افكار فيديوهات جديده ممكن تكتبها في التعليقات. ومع السلامه، اشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامه محترمين. انا بالنسبه لي هوملاندر كسب.